السلام عليكم. الفيديو ده مهم جدا جدا، ارجو منك انك تشوفيه للاخر. هو مش طويل ولكن بيلخص جميع الاعراض وكل حاجة خاصة بالجنين الذكر تقدري تعرفيها من اول شهرين حمل. شوفي الفيديو للاخر واكيد هتستفادي جدا جدا، بس ما تنسيش تضغطي لايك للفيديو عشان غيرك يشوف ويستفيد، وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. انا عارفة ان المشاهدة بقت ضعيفة جدا جدا يا جماعة، مش عارفة ليه، ولكن انا مش هزعلكم مني وهنزل لكم المحتوى اللي انتوا حابينه عشان الناس اللي تتواصل معايا والناس اللي حابين اني اكمل في المحتوى ده وحابين الحاجة ديت مني نظرا لثقتكم فيا، فانا هكمل وان شاء الله، ويعني رزقي ورزقكم على الله. بس اتمنى منكم تشاركوا الفيديوهات عشان غيركم يستفيد، وتضغطوا بس لايك بسيط منك ولكن بيرفع معايا الفيديو عشان الكل يشوفه. طبعا احنا نزلنا فيديوهات سابقة قبل كده عن اعراض لنوع الجنين. الفيديو ده انا هأكد لك فيه اعراض واعراض كمان ما نزلتهاش قبل كده، وحاجات هتبين لك معرفة الجنين من أول شهرين بأمر الله. أول ما هيظهر كيس الحمل على طول، وهتبدأ معاكي الأعراض من أول شهرين. طبعا معانا أول حاجة بيكون كيس، شكل الكيس زي ما انتوا شايفينه كده، اللي هو العلامة الدايرة دي هي ديت بطن الأم. العلامة السوداء اللي جوه على شكل هلال دي هو ده الكيس، بيكون مطول كده، يا اما على شكل هلال بالعرض يا اما بالطول، يا اما بالطول كده، ممكن يبقى بالطول زي ما انتوا شايفينه كده. والدكتورة بتحاول ان هي توضح الصورة. بيكون يا اما بالعرض شكل هلالي كده زي الفاصوليا كده عريضة، يا اما بالطول كده. تمام، المهم انه الكيس بيبقى مطول، ما بيكونش مدور داير ما يدور ودايرة واضحة. تمام، بيكون مطول كده سواء بالطول زي ما انتوا شايفين او بالعرض. تمام، زي ما انتوا شايفين كده كيس بالطول او بالعرض، فده بيكون بإذن الله الجنين ذكر اكيد 100%. تمام. تاني حاجة معانا بيبقى في ملازمك دايما في حمل الولد آلام العظام والمفاصل والعضلات. بتبقي حاسة ان انت دراعك تقيل، دراعك بالذات تقيل. نبدأ الأول بالدراع. بتبقي حاسة ان دراعك تقيل مش قادرة تشيليه، عضلات جسمك مرتخية. بتبقي حاسة ان دراعتك الاتنين كده فيهم تقل. لو عملتي مجهود او حاولتي انك تشتغلي حاجة وتحسي انك انت مجرد ما تيجي ترفعي دراعك كده مجهود عادي بسيط، بالعادي ما بيحصلش معاكي كده، بس مجرد ما بتيجي ترفعي دراعك بتحسي انك انت مش قادرة ترفعي دراعك. ده من ضمن الالام العضلات اللي بتكون علامة اكيدة للحمل في ولد برضو. وبرضو في وجع في العظم، في وجع في المفاصل والعظم، بتحسي انك انتي عظمك تعبان دايما، حاسه انك مكسره، رجليكي بتوجعك، ودايما بالذات الظهر تحت ظهرك او المفصل اللي هو عند الحوض من ورا من عند الظهر كده، مكان بيكون دايما فيه ألم شديد من عند الظهر لتحت كده، بيكون دايما في ألم شديد، ده بيدل على حمل الولد. بعد كده في حاجة محدش قالها خالص خالص، ولكن والله العظيم من حملي أنا في ولاد 2 ولدين يعني، فأنا بأكد لكم حملي في ابني غير حملي في بنتي، اللي هو آلام اللسان، التهاب اللسان بيبقى ملتهب. أنا في حمل بنتي
ما كانش لساني بيكون ملتهب خالص. اما في حمل ابني بيكون في التهاب في لساني من اول الحمل لاخره. بحس ان دايما لساني بيحرقني، مع ان انا باكل شطه وبحب الشطه جدا. فكنت بحس دايما ان انا لساني بيوجعني، لساني بيحرقني كده من اقل حاجه. وحاسه ان لساني لو شربت اي حاجه سخنه بتوجعني، يعني بحس بألم في لساني جامد. وكنت بكشف وباخد جل وكده للسان. ده معلومة أكيدة في الحمل في ولد، ألم اللسان أو التهاب اللسان. بعد كده كترة النوم اللي هو رقم 4. كترة النوم، انتي بتبقي حاسة انك انتي عايزة تنامي 24 ساعة. معانا بقى رقم 5. لون البول بيكون غامق، يعني غير اللون المعتاد. في حمل الولد بيكون لون البول غامق شوية عن لونه المعتاد. تمام، مش اللي هو غامق قوي قوي. يعني الغامق قوي قوي ده بيبقى ايه، تعب ويعني ربنا يعافيكم. ولكن بيكون غامق سنة عن لونه المعتاد. طبعا معانا كمان رقم 6، شحوب الوجه. يعني انت في اول الحمل بيبقى وشك اصفر مشحوب، بس بتيجي في الاواخر وشك بيبدأ يروق. في اول الشهور ساعة ما تحسي الفرق بقى ما بين البنت والولد. البنت في اول الشهور بيبقى وشك حلو ومنور، وبيجي في اخر الشهور بيبقى بيطلع لك حبوب وهالات الحمل وكل حاجة والكلف في وشك وكل حاجة. الولد بقى العكس. الولد في اول الشهور وشك بيبقى شاحب شوية وممكن يطلع لك بعض الحبوب، لكن وشك بيبقى اصفر. وبتبقى في اخر الشهور وشك بيبدأ يتحسن ويبدأ يروق ويبقى جميل، وشعرك بيبقى حلو جدا. طبعا في حاجة كمان عايزة اقول لكم عليها. في البطن، كلف الحمل في الولد بيكون معظم الوقت مع اغلب السيدات في الرقبة تحت الباط. بتحس ان الاماكن دي غامقة جدا. اماكن الاندر ارم بتكون غامقة برضو، ودايما الرقبة تلاقيها غامقة، تحت الباط بتلاقيه فيه غمقان. دي من ضمن الاعراض الاكيدة في كلف الحمل في الولد. مش بيجي في البطن، بيجي في الجسم. ماشي. اما البنت العكس، بتيجي في البطن، الكلف بيجي في البطن وبيظهر في الوش. معانا رقم 7، نمو الأظافر. الأظافر عندك كل ما تقصيها تلاقيها تطلع وتطلع قوية جدا. كل ما تقصيها تلاقيها بتطلع قوية جدا. ده بيكون من أول شهر. بتلاحظي نمو الشعر في جسمك بكثافة، بيطلع الشعرك على طول. تمام. والأظافر بالذات، الأظافر بتطلع على طول. معايا بقى رقم 8، حلمة الصدر. يعني دايما بيبقى عندك لون الحلمة بيكون غامق. الحلمة وحواليها بيكون اللون غامق عن الطبيعي، بيكون لونها غامق جدا عن الطبيعي. اما في حمل البنت بيكون لون الحلمة فاتح عن الطبيعي، او ممكن ما تتغيرش كتير ولكن بتكون فاتحة. اما في الولد بيكون حلمة الصدر غامقة جدا وحواليها بيكون غامق جدا.